ازيكم عاملين ايه؟ الوصفة المرة دي هتكون عبارة عن فطيرة سهلة وسريعة جدا من غير ما نضطر بقى نعمل عجينة وتستناها تخمر والكلام ده. وكمان هنعمل حشوة لذيذة قوي، حاجة كده يعني في أقل وقت وأقل مجهود. اللي متعود ومتابعني عارف أنا قد ايه أنا بحب أعمل وصفات سهلة وسريعة جدا، وتكون فيها اختلاف شوية. وبصوا بقى منظرها لما خلصت جوسي كده وطرية جدا وجميلة، يعني حاجة زي أكل المطاعم كده، حاجة دلعة كده يعني. بس طبعا لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وكمان أتمنى إن انتوا تاخدوا لفة في القناة وتتفرجوا على كل الأفكار والوصفات اللي بنزلها، كلها بسيطة جدا وسهلة ومختلفة. أتمنى إنها هتعجبكم. هنا بصوا بقى، بس كانت بردت شوية. طبعا لما هي سخنة عايزة أقول لكم الموتزاريلا كانت بتمط جدا، بس هي للأسف كانت بردت شوية فأنا صورتها لكم بعد ما بردت. جميلة جدا. أول حاجة بقى بعملها بجيب، أنا كان عندي كفتة، او يا اما تجيبوا الكفته الجاهزه دي مثلا وتقلوها على النار او تدخلوها في الفرن تستوي شويه 10 دقايق كده، تدوها رشه زيت وتستوي في الفرن. يا اما تقلوها على البوتاجاز. او يا اما تكون عندكم مثلا بواقي كفته من اي اكله انتوا عاملينها في البيت، مثلا اكله كفته كده عاملينها في البيت، يكون عندكم بواقي صوابع كفته كده تستغلوها بقى في الوصفه دي. تقطعوها كده شرايح كده بالطول زي ما انتم شايفين كده. فهي كده فكرة يعني حلوة قوي مثلا لو عندكم شوية كفتة زهقتوا بقى مش عايزين تاكلوها مع رز بقى وكده او مع طحينة وعايزين بقى تغيروا، ممكن تستخدموها في الوصفة دي هتبقى ممتازة قوي. بس بعد كده بقى بعد ما قطعت الكفتة هجيب بقى عيش التورتيلا. وهنا ده خليط عبارة عن كاتشب مع مايونيز، حوالي 3 معالق كبيرة من الكاتشب مع 3 معالق كبيرة من المايونيز. خلطتهم كويس خالص مع بعض، وبعدين بحط كده في العيش التورتيلا شوية. وبعدين بوزع الصوابع الكفتة كده، شرايح الكفتة قصدي يعني. وبحط بقى خيار مخلل كده، بيفرق جدا في الطعم يعني. يفضل ان انتوا تحطوه، بيفرق قوي قوي في طعم الساندوتش او الفطيرة في الاخر. بعد كده هحط شوية جبنة موتزاريلا كده بسيطة. ممكن تستخدموا برضو ميكس جبن لو متاح عندكم. انا استخدمت موتزاريلا عادية، ممكن تستخدموا موتزاريلا اللي هي بتبقى تريبل ميكس دي، براحتكم يعني. بعد كده بقى بطبقه بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بجيب صينية كده وبحط ورقة زبدة، وبرش ورقة الزبدة بشوية زيت كده بس عشان الفطيرة ما تلزقش. بعد كده هبدأ أجيب الفطيرة اللي أنا عملتها، أحط كده، أبدأ أرصها بقى في الصينية كده. وهنا هوريكم برضو مرة كمان برضو ازاي عملتها. اهو جبت عيش تورتيلا وحطيت الكاتشب والمايونيز، الخليط بتاع كاتشب ومايونيز او الصوص ده يعني. وبعدين بحط شرايح الكفتة كده. لذيذة قوي بجد الفطيرة، لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم. بعد كده بحط شرايح الخيار المخلل وشوية جبنة موتزاريلا. وهبدأ برضو اطبقه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين بقلبه كده، وبعدين ببدأ اشيل الزيادات اللي من الجنب دي عشان شكلها مش هيبقى ظريف قوي. نجيب سكينة كده ونشيل الزيادات دي. بصوا بقى كده شكله أظرف بكتير. وهنحطهم بقى في الصينية اللي احنا جهزناها. وهبدأ بقى أدي رشة زيت على كل فطيرة، أديها شوية رشة زيت كده عشان تاخد لون ذهبي حلو. وبعدين أحط شوية موتزاريلا على الوش بعد ما أرش كل فطيرة بشوية زيت. حاجة كده تخلي شكل الفطيرة لذيذ، وطبعا بيدي طعم حلو قوي. يعني الموتزاريلا طبعا بتدي طعم وشكل حلو. فأنا ضفتها على الوش كده عشان تدي اللون الذهبي الحلو كده، وفي نفس الوقت يبقى طعم إضافي لذيذ يعني. بعدين هبدأ أحط على كل فطيرة شوية سمسم كده.
سمسم متحمص. واكون مسخنه بقى الفرن مسبقا على درجه حراره 250، وهدخلها بس لغايه ما تبص تاخد اللون الذهبي الجميل الخطير ده. وبعدين اول ما تطلع هديها بخة ميه كده ببخاخه تكون مخصصه للميه، وبعدين اغطيها بورقه فويل عشان تكون كده بخار والفطيره تطرى معايا اكتر. عايزين الفطيره تبقى مقرمشه يبقى ما تعملوش خطوه الميه دي خالص. بس وبسيبها كده في الفويل، متغطيه بالفويل كده 10 دقايق بالظبط. هتلاقوها عرقت كده وكونت بخار وطريت خالص الفطيره معانا. بس كده وخلصت الوصفه، وبتطلع بقى زي ما انتم شايفين كده. اسيبكم تستمتعوا بالمنظر الجميل ده. واتمنى ان انتوا تجربوها كده وتقولوا لي رايكم. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم، وما تنسوش بقى تاخدوا لفه في القناه تتفرجوا على الافكار والوصفات اللي بنزلها. وشكرا جدا ليكم.